صباح الخير عليكم البنات. الحادقات بدايه اسبوع موفقه. مبروك على هذا الاستواء ديال اليوم اللي كاينه في مجموعه ديال المدن المغربيه. اليوم ما جيتش لكم بوصفات تجميليه، ولكن جيت لكم بنصائح منزليه اللي غادي تنفعكم في المنزل ديالكم. الوصفه هذه النصيحه الاولى المنزليه هي كيفاش غنحيدوا الغموله من الثلاجه. يعني حنا الثلاجه كيكون عندنا فيها خضر، الربيع، الفواكه، يعني مجموعه ديال الروائح، وديك الروائح ملي كنوليو نحلوا الثلاجه كنوليو كنشموهم. يعني الطريقه باش اننا غنحيدوهم ساهله وبسيطه وما غتكلفكم والو. غتشدوا الملحه وغديروها في واحد الطبيصيل وغادي تدخلوها للثلاجه وغادي تسدوا الثلاجه ديالكم، ومن بعد هذيك الروائح كلها غادي تمتصها لينا هذيك الملحه اللي كنديروا اللي غادي نديروا في الثلاجه. للياتي الحادقات. دابا حنا مع النصيحه الثانيه المنزليه. النصيحه الثانيه المنزليه هي ملي الثلاجه كنحلوا هذيك الجلده البيضاء ديال الثلاجه اللي كتكون دايره بها كتوسخ لينا يعني مع الوقت. يعني هذا المشكل كيوقعوا فيه جميع ديال السيدات. هو اننا طريقه بسيطه وسهله هي غادي نحتاجوا لواحد الفرشه ديال الاسنان، شيته السنان اللي كتكون عندنا ديجا مابقيناش كنستعملوها، شيته ديال السنان اللي مابقيناش كنستعملوها، وغادي نحتاجوا اما السينيال او لا جافيل اللي بغيتو ديروا جافيل ديروه. انا نفضل ندير السينيال. كنشدوا شويه ديال السينيال وكنديروا ليه بحال هكا في الشتاء اللي ما بقيناش كنستعملوا. بيان سور الشتاء اللي ما بقيناش كنستعملوها للسنان ديالنا كنشدوا بحال هكا شويه ديال السينيال. هانتي سيداتي دابا درنا السينيال او لا جافيل. اما كتشدي هاد سميتها، اما كتشدي هادي كتفزقيها في جافيل وكتحكاها بحال هكا على هاد الجلده بحال هكا كامله ديال الثلاجه، كتنقيها مزيان. ويا اما كتشدي السينيال كيف ما وريتكم دابا. السينيال سيداتي كتشدي السينيال كديري ليه بحال هكا على الجلده ديالنا مزيان، حتى هو بحال هكا بحال هكا بحال هكا بحال هكا. سيداتي ما تنساوش انكم ديروا لنا جيم لاباج ديالنا وتشاركوا معنا في القناه على اليوتيوب. مرحبا بكم سيداتي. هانتي بحال هذا الشكل هكا كنبقى ندير لها هكا سيداتي بحال هكا صافي. وجافيل حتى هو هكا كنبدا نرقد في جافيل كندير بحال هكا، ومن بعد كنمسحها بواحد الزويف وكتنقى ليا الثلاجه هاد الجلده كاع داك الصعوبات كتحيدنا من الثلاجه. سيداتي دابا نقدم لك النصيحه الثالثه ديال اليوم اللي خصصنا هذه الحلقه ديالنا هذا النصائح المنزليه. اننا كنشدوا البراد. هذا خاصه بالبراد. يعني اي سيده راه كتشوف هذا المشكل عندها، يعني البراد اللي كتعمري فيه اتاي كتولي فيه واحد الكحوله من الداخل وكنبقاو نحكوا بالجيكس وداكشي، وهذا غير صحي، يعني ماشي صحي لينا، يعني ما خصناش نديروه. يعني طريقه بسيطه وسهله ما غتكلف والو. خماره حمراء يعني راه غتكون عندك في الدار وغتحتاجي الماء، وغتشدي هذه الخماره سيداتي وغادي ديريها بحال هكا خماره كامله، غادي ديريها بحال هكا في البراد ديالك وكتحركها بالمعلقه. اي شتي بدات كتشتش لينا كديري هاد الخماره بحال هكا في البراد بحال هكا ياك بحال هكا في البراد سيداتي. وهاد النصيحه راه مجربه. كتشديها بحال هكا سيداتي كديريها في البراد ديالك كتشعلي عليها البوطه وكتخلي هذاك البراد يطبخ شويه مع الخماره والماء، ومن بعد كتغسلي البراد ديالك بالتيد وكيكون البراد ديالك ناصع وكتحيد هاد الكحوله كلها اللي كتكون وسط البراد. الى هنا البنات نصل الى نهايه هذا الفيديو. ما تنساوش تدخلوا للصفحه ديالنا وديروا لها جيم وتبارطاجيو هذا الفيديو وديروا لنا اشتراك في القناه ديالنا على اليوتيوب، غادي تلقاو الرابط اعلى الفيديو.